هذه المخالفة اللاعب آدم الدالي وكذلك النذير حسن. آدم الدالي تصويب اليساري، هدف أول لمصلحة الأبيض العضبراوي. النادي الأهلي يأتي عن طريق اللاعب آدم الدالي المتألق كما ذكرت وتحدثت عن هذا اللاعب كثيرا، وكان من قبل سجل في مرمى المريخ. هو يعود مجددا ليسجل مجددا ويزرف الدموع، بالتأكيد يزرف الدموع في هذه اللحظات على حال النادي الأهلي وما وصل إليه النادي الأهلي في هذا الموسم. الفريق اللي مؤكد طبعا هبوط إلى الدرجة الأدنى في ظل المشاكل الكبيرة التي تعرض لها هذا النادي. وكما اللقاء الأول بالنسبة للفريق الأحمر في الملعب. الدقيقة 12 مشاهدينا الأماجد في كل مكان عبر تايسيت الملاعب، وهنا فرصة مريخية تش يمر يتلاعب تصويب الله، يا للروعة ويا للجمال. التش يعود بصورة ممتازة. أحمد حامد التش في محاولة ولا أروع، محاولة ولا أجمل، هدف في قمة الروعة يأتي من جانب المهاري أحمد حامد التش. بالتأكيد سيكون من أفضل أهداف بطولة الدوري الممتاز. شوف البداية، شوف الحكاية، يرسم لوحة زاهية في الجزء الخاص بمرمى الأهلي العضبراوي ويسجل هدف في قمة الروعة في الدقيقة 12 من شوط اللعبة الثاني. مشاهدينا الأماجد بداية كانت ممتازة، بعد ذلك الرواية اكتمل. هنا الليبي يستلم وينطلق على الناحية اليمنى، يحاول كرة لريشموند داخل منطقة الجزاء. هنا محاولة فرصة، من أين أتى محمد هاشم التكت من الخلف تماما ليسجل الهدف الثالث بالنسبة للمريخ في هذا اللقاء ويحتفل بطريقته الخاصة. هدف أيضا في قمة الروعة، فيه زيادة عددية بصورة ممتازة من جانب لاعب الوسط اللاعب محمد هاشم التكت بعد خطأ كبير في دفاع النادي الأهلي. إبعاد الكرة الماضية، شوف البطء في عملية إبعاد الكرة من جانب اللاعب أسامة على ما يبدو، بعد ذلك خطف الكرة بلمحة البرق اللاعب محمد هاشم. المباريات التي ستلعب في الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. تاج يعقوب لبسة وتمريرة إلى الأبا محمد الرشيد، زيادة عددية على الجهة اليمنى، هذه المرة العكسية موجودة، المحاولة مريخية والدفاع النيران الصديقة تعانق شباك النادي الأهلي العضبراوي. حاول إبعاد الكرة الماضية، وهنا ابتسامة عريضة تأتي من جانب اللاعب سيفتيري يقول نعم لم تصل الكرة ولكنها عانقت الشباك يا محمد الرشيد، وبالتالي هدف رابع لمصلحة المريخ في الدقيقة الأخيرة في الوقت الأصلي. شوف محمد الرشيد العكسية الأرضية، حاول إبعاد لاعب الأهلي العضبراوي في المحاولة الماضية. هو لاعب الوسط المتأخر في المحاولة الماضية سجل من خلال